الكرناتين هو مش حرق دهون، ولو حد قال لك غير كده يبقى هو مش فاهم فاسيولوجي كويس. هاي، انا محمد خريج من IST، وخليك معايا افهمك ايه هو الكرناتين. الكرناتين دوره الاساسي هو فات ترانسبورت مش فات بيرن، يعني بينقل الاحماض الدهنيه الطويله السلسله من السيتوبلازم للميتوكوندريا عشان تتحرق وتطلع طاقه، واللي هي ATP. يعني الكرناتين وظيفته يدخل الدهون جوه الخلايا اللي بتحرق طاقه، بس ده معناه ان هو مش هيخسسك لوحده ولا بيحرق دهون وانت نايم، بس هيساعد الجسم يستخدم الدهون بكفاءه اعلى اثناء التمرين. اكتر ناس هتستفيد من الكرناتين هو اللي بيتمرن كارديو بانتظام، او اللي بيتعب بسرعه في التمرين، او اللي داخل في الكاتنج فيز، او اللي اكله قليل في البروتين الحيواني. الجرعه من الكرناتين هي من 1 ل 3 جرام يوميا، بيكون قبل التمرين ب 60 دقيقه. وما تنساش تاخد سيمبل كارب عشان يحسن الامتصاص من الكرناتين. وبلاش تغلط الغلطه دي انك تاخد الكرناتين من غير اي تمرين، او فاكره بديل للنظام الغذائي. وكلنا عارفين ان اي مكمل في الدنيا مش بيخلق نتيجه، هو بس بيزود كفاءه السيستم بتاع الجسم، ولو الدايت والتمرين مش مظبوطين ملوش اي قيمه.